السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة متنسوش تصلوا على النبي، تمام، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا جدعان، عنوان القصة النهاردة عن ايه؟ مكالمة من مي. القصة دي حصلت فعلا لواحد اسمه أحمد كان شغال وراجع بيته متأخر. الساعة كانت حوالي 1:30 بالليل والشارع فاضي تماما. وهو ماشي في الشارع موبايله رن. بص في الشاشة، الرقم كان غريب، بس الصدمة مش هنا. الصدمة يا جدعان، لقى الرقم ده متسجل بابويا وهو ميت من 3 سنين. هو قال يمكن يكون حد واخد الموبايل القديم وبيكلمني من عليه، فرد الو. سكت شوية وبعدين سمع صوت ابوه واضح جدا، وهو بيقول له ايه؟ اوعى يا ابني تروح البيت النهارده. احمد قلبه وقع يا جدعان، تمام. قال له مين اللي بيتكلم؟ الصوت رجع تاني نفس الهدوء اللي جواه. اللي في البيت دي مش امك. فهم يا جدعان، هو ايه؟ اتوتر وخايف. فاحمد قام قافل التليفون ومش عارف يعمل ايه. قام مقرر يكلم مين؟ امه. وردت عليه عادي وقالت له تعالى يا حبيبي، انا في البيت قاعده مستنياك. وصوت طبيعي عادي، مفيش حاجه غريبه. راح البيت وهو مرعوب وخبط على الباب وامه فتحت له وابتسمت. لكن اول ما دخل لاحظ حاجه غريبه، وامه مش بتبصله في عينه خالص. وقفت ساكته وابتسامتها ثابته خالص، ثابته. وفجأة قالت مين قالك ما تجيش هنا؟ احمد حس ان رجله مش شايلاه، فقام رجع خطوة لورا. وفي اللحظة دي الموبايل رن عليه تاني وبنفس الرقم ومسجل بابويا. رد بسرعة وهو بيترعش. فهو كلمه بيقوله مين؟ قال له انا مش قلتلك ما تخشش البيت النهارده؟ قام احمد باصص لامه ولقاها واقفة في الضلمة وبتبتسم واسنانها مش طبيعي. والباب اتقفل لوحده. واخر حاجة احمد سمعها مش صوت امه. ويا رب تكون القصة عجبتكم، ولو مستنيين عاوزين الجزء التاني، تمام، اكتبولي تحت في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.